الاخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واحد اللقطه اللي ما هضروش عليها بزاف ديال الناس، واش ما انتبهوش ليها، واش ما لاحظوش بدقه الفعل اللي داروا اللاعب ديال المنتخب المغربي للشبان الاشبال ديال الاطلس باش انه يقدر يحبس واحد البيت اللي كانوا يقدروا يماركيو علينا المنتخب الفرنسي وكنا نقدروا نتقصاو. ولكن الحمد لله بفضل الجهود ديال الاشبال والروح الوطنيه والروح القتاليه قدرنا اننا نحققوا انتصار تاريخي ونوصلوا للنهائي ديال كاس العالم، وان شاء الله نلعبوا ضد الارجنتين. وعلاش لا اللي ما نربحوهاش؟ قولوا لي اشنو كيبان لكم ان شاء الله نهار الاحد في المباراه اللي غادي تكون النهائيه ضد المنتخب الارجنتين؟ واش نقدروا نربحوا، واش نقدروا ما نربحوش، واللي نفرض ربحنا بشحال غادي نربحوا؟ ونتمنوا من الله اننا نهزوا الكاس ان شاء الله. كيبان لي ان الشباب الاشبال ديال الاطلس عندهم واحد الروح راه تبارك الله عليهم، وطنيين مغاربه رفعوا الرايه ديال المملكه المغربيه، وغير التاهل للنهائي بحد ذاته انتصار، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق. هاد اللقطه دي اللي كنقولوا عليها كيموت على كورتو، والله الا هاد اللقطه دي لها دلالات كبيره بزاف، رجال بمعنى الكلمه ونعم الرجال. شفتوا معايا الاخوان غير هاد التصويره هادي، هاد الصوره ديال التاهل النهائي كاس العالم كتساوي الملايير ديال الدولارات. تقدر انك تبان لك انت شي حاجه اللي عاديه، ولكن كاينين بعض الدول اللي ما كيقدروش يخلصوا الاموال الطائله. هذا راه فيه اشهار، فيه بروباغندا، فيه الحملات المموله، فيه بزاف ديال الحوايج اللي تقدر انت تبان لك عادي، لكن انت واحد من السداج ديال الجيل زيد، من هذوك الناس اللي كيقولوا بغينا نقاطعوا كاس العالم وكاس افريقيا ونرجعوا حنا غير واحد شويه اللور. كاس العالم ديال قطر 2022 والله الا بزاف ديال الناس اللي ما كانوش كيعرفوا المغرب، وها هو اليوم النهائي ديال الشيلي. شحال من واحد في العالم ما كانش كيعرف شي حاجه سميتها المغرب، كتقول ليه المغرب كيجيب ليه الله واش قلتي لي شي فيلم في نتفليكس، ولا قلت لي شي حاجه اللي هو ما عارفهاش واش دوله كاينه في افريقيا اصلا. وبفضل كره القدم بزاف ديال الناس ولاو كيعرفوا المغرب، كيعرفوا المغاربه، الاخلاق ديال المغاربه، بل واكثر من هذا ان بزاف ديال الناس وبزاف ديال السياح ولاو بغاو يجيو للبلاد. وهذا الشيء هذا غادي يروج السياحه، هذا الشيء هذا غادي يزيد في الاقتصاد ديال الدوله. ويجي واحد انا راسو مربع ويقول لك لا نقاطعوا كاس افريقيا، ما بغيناش الكره، الصحه اولا. وعلى حساب شركه كارما لتحليل البيانات الاعلاميه من بعد كاس العالم 2022 زاد البحث عن اسم المغرب بنسبه 237% على محركات البحث، بينما ارتفع وجود اسم المغرب على الانترنت بنسبه 24%. وركزوا معايا وخذوا من هذه المعلومه هذه. وارتفع البحث في جوجل على الرياضه في المغرب بنسبه 53%، بينما البحث عن الاقتصاد في المغرب ارتفع بنسبه 34%. وديو مني هذه المعلومه هذه وبارطاجيوها باش توصل لهذوك المربعين اللي كيقول لك ما بغيناش حنا الكره، ما بغيناش كاس افريقيا. وهاد النتائج ديال التحليل غير من بعد التاهل ديال المنتخب المغربي في قطر المربع الذهبي. ونفس الشيء غادي يوقع مع المنتخب ديال الاشبال، تقدر تكون غير نتائج متفاوته. واكثر من هذا الاخوه والاخوات خصكم تعرفوا على ان المغرب مستهدف والمغرب محسود، خصوصا من الجاره الشرقيه، الاعداء الحقيقيون اللي كيجاورونا. تخيلوا معايا الاخوه والاخوات، الحسد على المغرب ولات شي حاجه عندهم على الفطره، كيتزاد شي واحد جزائري كيتزاد فطره عنده الحسد على المروك، وهذا الشيء هذا كيتوارثوا ابا عن جد. وبغيتكم تشوفوا معايا الاخوه والاخوات جزائري وكيشهد بهذا الشيء هذا، جزائري شهد شاهد من اهلها. والله احنا الجزائريين فينا كل شيء مليح، حنا حاجه فينا مش مليحه، محزدين ومبغوضين ما نبغوش الخير للناس. حنا الجزائريين دايرين كيما هكا، الله غالب، من عند ربي دايرين كيما هكا. صاحبك ما تبغيلاش الخير، صاحبك يفتح عليه ربي، يكون ولي بخير عليه ولا يتزوج ولا مش عارف يفتح عليه ربي، تحسده فريمون ما تبغيلاش الخير. ما كان لا صاحبي لا يحزنوا، انا ما عنديش صاحبي، انا عندي غير. وشوفوا معايا قمه الحقد والكراهيه على المغرب والمغاربه. هذا الكرغولي اللي غادي تشوفوا معايا قال لك الا فازت الجزائر على المغرب فصافي غادي يكون الامر انتهى وكاننا فزنا بكاس العالم. والله الا ناس مراد بشي حاجه سميتها المروك، المراره دايرين لهم، مرضينهم، مفرقعين لهم المراره. شوفوا معايا هذا المقطع ديال هذا الكرغولي حفيد ام حسن. شوف المنتخب الوطني مقبل على كاس افريقيا في المغرب، اكيد انه واحد تنقل. انا كي تربح، شوف انا من عندي الجزائر كي تربح المروك كي لا كوب دي موند، وصرفها كيما حبيت. انا كي الجزائر تربح المروك انا جيت لا كوب دي موند. دابا غير واحد المعادله بسيطه على حساب العقليه ديال الكراغله، يعني المغرب كيساوي العالم. واش حنا ولينا واعرين حتى لهاد الدرجه الاخوه والاخوات؟ شكون حنا راه المغاربه، حنا راه السبوعه،
حنا راه ابناء المملكه المغربيه الشريفه، قولها وشلل بها فمك. هذه هي اقصى الاحلام ديالهم، هي انهم يفوزوا علينا، وهذا الشيء كيبين على اننا الحمد لله منتصرين قدامهم، وشي حاجه اللي كبيره عليهم بزاف. وهذا الشيء هذا حتى حنا كافينا، هو اننا نكونوا العالم ما فيه بالنسبه لبعض الحساد وبعض الحقاد. السيد عمر هلال كيقول باللي الصحراء مغربيه منذ الازل، وغادي تبقى ارض التضامن والسلام والتقدم الشامل. اكد السيد عمر هلال السفير المغربي لدى الامم المتحده على ان الصحراء المغربيه اصبحت ارضا للوحده والسلام والتنميه، مبرزا ان مبادره الحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع ولا عزاء للحاقدين. وفي الرد ديالو على بعض المواقف المتجاوزه، دعا السيد هلال الجزائر الى التحلي بروح المسؤوليه والتعاون لانهاء هذا النزاع الذي طال امده، اللي وصل تقريبا لازيد من 50 سنه. وختم الكلام ديالو وقال لهم باللي الصحراء المغربيه ليست قضيه حدود بل قضيه وجود ووطن. الله يحفظ السي عمر هلال وكذلك السيد نصر بوريطه وكل المسؤولون المغاربه الرجال اللي كيناضلوا على قبل البلاد ديالهم. وندوزو مباشره ونشوفوا الاواخر مع جيل زيد واخر المستجدات. القضاء المغربي كيدين عون سلطه شارك في احتجاجات جيل زيد بالحبس النافذ. هذا راه عون سلطه، خرج على حياته وخرج على خدمته، تابع وحدين راسهم مربع، ما واعيين ما قاريين ما فاهمين ما حتى شي حاجه، وتابعين جلاله بالنافخ. كيقول الخبر انه صدرت المحكمه الابتدائيه بعين السبع بالدار البيضاء البارح الخميس حكما كيقضي بادانه الشاب الموقوف اللي كيخدم عون السلطه باقليم بن سليمان بسنه ديال الحبس، وعام كيجيب التمام كيف ما كنقولوا، عام ديال الحبس، الحريه مشات ليه، وعام كيوسخ الوراق، وغرامه القدر ديالها 500 ديال الدرهم. وجات المحاكمه ديال المعني بالامر من بعد ما تم التوقيف ديالو خلال الاحتجاجات اللي عرفتها الدار البيضاء مع بدايه حراك ما سمي بجيل الزمر او جيل زيد كيف ما كيقولوا، قبل ان يتبين انه عون السلطه. السيد كان بخدمته ما خصو حتى شي خير، بلا سوابق عدليه، بالليله وضحاها غادي يلقى راسو متابع قضائيا، وغادي يقول باي باي للخدمه، ما يمكنش غادي يعاود يخدم، الوراق توسخو. زيد على هذا الشيء قول لي اشنو استفد؟ ياك هذا المقدم هذا هو خراج وحتى الجرون معاهم، اشنو استفد من هذه الاحتجاجات؟ تصاور، واش هذوك التصاور غادي ينفعوا دابا؟ الهاشتاغات ها هو اليوم غادي يدفع الثمن بوحدو. وهذا الشيء هذا اللي وقع كذلك لهذوك الشباب اللي مشاو ضحيه ديال واحد الصفحه او ديسكورد اللي عطاتهم واحد الطاقه حماسيه في القياس لاغراض كتخدم جهات معاديه للوطن، وخرجوهم للشارع وشعلوا لهم ديك الفتيله وخلاوهم كيدمروا وكيشتتوا. هاهما لقاو راسهم في الحبس، كاين اللي لقى راسهم محكوم 15 سنه، كاين اللي ب 20 سنه، كاين اللي ب 10 سنين، ومشات الحياه ديالهم هكاك. دابا هذا العون سلطه اشنو استفد؟ والو. لا عون سلطه ربح، لا جيل زيد بدل الواقع، لا حنا استفدنا، لا الحكومه تبدلات، لا سبيطارات تقادوا، لا تعليم، لا حتى شي حاجه ما تصلحات. يعني اشنو؟ الضياع في الارواح وفي الممتلكات، الاكتظاظ ديال السجون، ودعوه ديال عباد الله اللي غادي يبقاو تابعينهم حياتهم كلها حتى الاخره. الناس اللي تعداو عليهم واللي يهرسوا لهم الممتلكات ديالهم، واللي يلاه بادي شي مشروع مسكين ودخل ليه المحل ديالو وسرقوا عليه وداو لهم الفلوس، وتابعين العدميين والطوابريه اللي ما عندهم لا اصل لا مفصل لا وطنيه لا انتماء لا حتى شي حاجه، قيدوهم وزيدوهم للقدام. الحاصل وما فيه، ما كذبش هذاك خونا اللي قال لهم باللي جيل زيد الاثم ديالهم كثر او كبر من المنفعه ديالهم. ها هما دابا واحد المجموعه ديال الاوباش اللي خدامين في هذه المنصه هذه ديال ديسكورد كيسميو راسهم بجين 212، معمرين الفضاء الرقمي بالحماس ديال التغيير، الشعارات ديال الثوره السلميه. وكنشوفوهم حنايا اليوم كيخرجوا الشباب والشابات للشوارع المغربيه بالوجه ديالهم المكشوف، وكيغوتوا وكيرفعوا شعارات كيطالبوا بالحق ديالهم في الشوارع ديال الوطن. ولكن كنتسائل، هادو اللي كيخرجوهم علاش هما ما يخرجوش بالوجه ديالهم ونشوفوهم؟ ويقول لك انا واحد من الادمين ديال هذه الصفحه، انا واحد من الاعضاء ديال هذه الصفحه، وانا اللي كنكتب المقالات، وانا اللي كنقول للناس خرجوا نهار فلان فلاني وفي المدينه الفلان فلانيه. فينكم؟ علاش مخبيين؟ ياك نتوما بغيتوا التغيير، بغيتوا الاصلاح، يعني علاش غادي تخباو؟ علاش مخشين غير في ديك المنصه ديال ديسكورد؟ يا اما الشجاعه ديالكم كتنحاصر غير في هذه الغرفه هذه ديال الدردشه وما عندكمش الشجاعه انكم تخرجوا، يا نتوما
جزائريين وكراغله وطوابريه وعدميين، عندكم غايه واهداف هي انكم تخربوا البلاد والعباد. وبغيتكم تشوفوا معايا واحد اللقطه ديال واحد من الادمين ديال جيل الزمر كيأكد، زله لسان غير خرجت ليه من فمه، كيأكد ان الاغلب ديال الادمينات كيتواجدوا خارج الوطن. لا بالنسبه خويا للطريقه باش كيتجرى هادشي في السيرفر، لا ما حيت حتى الدراري اللي عندهم لي رول طالعين ما كاينينش في المغرب، يعني ما كاينينش من شي يخافوا عادي. شنو كيتكا في الشاط نطلع الناس نهبطهم، يعني ما عنديش واحد التواصل مع لي زادمين ولا مع شي حاجه، غير هو كاينين لي زادمين مختلفين مغاربه في المغرب وكذلك خارج المغرب وكيدخلوا المغرب عادي ما عندهم حتى شي مشكل. وكاين يعني شنو؟ يعني هاد الاوباش هاد الخونه سارحين ولاد عباد الله ومخرجين رقاوه للشارع، اللي غادي ياكل العصا، اللي غادي يمشي للحبس، وحتى شي حاجه ما كاينه من هاد الشيء هذا اللي بغاو. المغاربه راه فاقوا وعاقوا، المغاربه ما بقاوش كيعترفوا بشي حاجه سميتها الجيل زيد. هاد المجموعه هادي اللي مسيره من خارج المغرب الهدف ديالها التبيين، واللي هو ضرب الاقتصاد ديال المغرب سياحيا ورياضيا وصناعيا وفلاحيا وثقافيا. واليوم ولينا كنشوفوا انقسامات في هاد ما سمي بحركه جيل زيد. خرجوا واحد الفئه ديال الامازيغ كيعنوا الانسحاب ديالهم من هذا الديسكورد بسبب انهم تعرضوا للعنصريه، قال لك حيت هما امازيغ، وهادو اللي خرجوا حتى هما كانوا اعضاء في هذه الحركه. الشباب الامازيغي قال لك كاعي ديال بصح، واعلنوا على انهم ما غاديش يبقاو مع هذه الحركه، لانه قال لك كاين احتكار ديال اليسار المخصي من خلال استضافه بزاف ديال الكمامر وديال الويل اللي تابعين ليهم. زيد عليها شي خوانجيه اللي حتى هما محتكرين المشهد، خاصه ملي عيطوا لبوغريسين توفيق بوعشرين. فهاد الناس هادو اللي كانوا او هاد الاعضاء الامازيغ اللي كانوا حتى هما في هاد الحركه اعلنوا على انهم ما غاديش يكملوا وغادي يخرجوا، ومن هنا لقدام انتظروا على ان هاد الحركه هادي غادي تفرتك، وغادي تشوفوا هذا الشيء بعينيكم، وغادي يولي شي كيف الشيء واحد غادي يفضح الاخر وغادي تنوض بيناتهم، خصوصا القضيه اللي كانت فيها الفلوس، وإلا وصلتهم الفلوس من شي جهه، وإلا شي واحد استفاد وشي واحد ما استفادش، غادي يخرجوا غادي يبقاو كيفضحوا في بعضياتهم، وغادي نشوفوا واش بصح كاينين احزاب من داخل المملكه المغربيه هما اللي منوضين هذا الروينه، واش واحد الحزب او واحد الرئيس سابق اللي كان ديال الحكومه عنده يد في هذا الشيء هذا، كيف ما كان اعلن واحد المنشق عن جيل زيد ولا التبيين. فكنتمنى من القضاء المغربي انه يضرب بيد من حديد كل من كان السبب في هذا الشيء هذا اللي وقع، في هذه الاحتجاجات، في هذا الدمار، ونتمنوا اقصى العقوبات لاي واحد كيستغل العقول الضعيفه ديال الشباب اللي ما واعيينش واللي ما قاريينش وكيزيدوهم العصا وكيزيدوهم الحباسات. حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه، كنشكركم على المتابعه، اعطونا الاراء ديالكم في التعاليق، واللي باقي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس. تحياتي لكم، دوزوا بخير.